right? Look at that! Yes. I'll take what I can get at this point. That a Lulu hug? بيبدأ الفيلم بريجز اللي كان في الجيش وخرج بعد إصابته بمرض خطير في دماغه، ودلوقتي بقى شغال في مطعم. وفي يوم بتجيله مكالمة من القائد بتاعه بيعرفه إن زميله رالي مات امبارح وبيتأثر بموت صاحبه، والقائد بتاعه بيقولوا انهم عايزينه بكره علشان هيكلفوه بمهمه. وساعتها بيفتكر ريجز انهم هيرجعوه للخدمه تاني لانه كان مقدم طلب للرجوع. وتاني يوم بيروح المعسكر والكارنيه بتاعه بيكون منتهي، لكن القائد بيشوفه وبيأمرهم يسيبوه يعدي. وبعدها بيفهموا ان جنازه ريلي اللي بعد كام يوم هتكون في مدينه تانيه، وعيلته طلبت ان الكلبه بتاعته تحضر جنازته، وهم مش عارفين يتعاملوا معاها لانها بقت مكتئبه من ساعه ما شافت ريلي مات. وبيعرفوا انه لما يخلص مهمته هيحاول يتوسط له علشان يرجع الخدمه تاني. ولما بيشوف الكلبه بتبص له بيحاول يطمنها ويمسكها من ودانها بالغلط، وبتهجم عليه الكلبه لكن ما بتعرفش تعضه. والقائد بيضحك وبيعرفوا انها ما بتحبش حد يلمس ودنها، عرفوا ان اسمها لولو. وبعدها بيحطها في قفص عربيته، والقائد بيدي ريجز كل الحاجات اللي خاصه بصاحبه علشان يسلمها لاهله، وبيديله سلسلته فبيعلقها في عربيته وبيمشوا. وفي الطريق الكلبه بتبقى شايفه السلسله وعايزه تخرج من القفص باي شكل، وريجز بيقول لها انه عارف ان الكمامه مضايقاها وهيشيلها لها بس تكون مؤدبه، وفعلا بيشيلها لها. والكلبه بتنبح عليه فبيقفل عليها القفص وبيروح يدرب نفسه على الرمايه، بس فجاه بيحس بالتعب وبياخد الدواء. وفي نفس الوقت لولو بتقدر تكسر القفص، ولما ريجز بيرجع لعربيته بيلاقيها بتقطع في الكراسي فبيتعصب جدا وبيحط لها مهدئ في الاكل، وفعلا بتاكل وبتهدى. وبيكملوا طريقهم وبيفضل يحكي لها عن حياته، وبالليل بيجيب لها تاكل وبيناموا هما الاتنين في العربيه. والصبح ريجز بياخد الدواء وفجاه بتشد منه ازازه الميه فبيتضايق وبينزل يربطها بالحزام في العربيه، لكن بنشوفها وهي في الطريق بتحاول تفك نفسها وفعلا بتعرف وبتجري من العربيه. وريجز بيركن العربيه وبيجري وراها في الغابه وبيفضل ينادي عليها، لكن بيشوف اثار دم على الارض وبيعرف انها اتجرحت، فبيمشي ورا اثار الدم لغايه ما بيوصل لبيت وبيدخل يدور عليها. وفجأة حد بيضربه بحقنة مخدر وبيفقد الوعي أساسا، ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في كرسي في المخزن، وفي شخص بيسأله هو بيشتغل لحساب مين. وريجز بيقول له إنه بيدور على الكلبة بتاعته وإنه ما يعرفش أي حاجة أو بيتكلم عن إيه، فبيقول له إنه هيسيبه دلوقتي وهيرجع له تاني. وبنشوف ريجز وهو بيحاول يفك نفسه وفعلا بيقدر وبيمشي ورا الراجل وبيدخل بيته وبيشوف لولو جوه، فبينده عليها بالراحة وبيشاور لها بس هي ما بتسألش فيه، وبيفضل يراقبها وبيلاقيها قاعدة قدام تمارا صاحبة البيت اللي بتأكلها وبتعالج رجليها. وساعتها بيظهر لهم ريجز وبيخافوا منه لكن بيطمنهم وبيبدأ يفهمهم الحكاية. وزوي بيعتذر له علشان كتفه لأنه كان فاكره حرامي، أما تمارا بتقول لريجز يغير هدومه علشان تنضفها له. وبعدها بيفرج زوي على ألبوم الصور لتدريب لولو مع صاحبها والكلام اللي كاتبه عنها، وإنها كلبة ذكية وقوية وقامت بمهمات صعبة، ولما يطلعوها من الخدمة هياخدها معاه. وبعدها تمارا وزوي بيودعوهم وبيمشوا في طريقهم، وريجز بيشتري لعبة ولولو بتبقى عايزة تقطعها فبياخدها منها وبيقول لها إنه تعب من الطريق وإنهم لازم يرتاحوا شوية. وقتها بتجيله فكرة وبيسأل لولو إنها تساعده فبتبص له وبيعتبرها موافقة، فبيلبس نظارة وبيمسك عصاية وبيعمل نفسه أعمى، وبيلبس لولو لبس الخدمة بتاعتها علشان يعمل إنه مصاب حرب، والفنادق بيبقى فيها غرف مجانية مخصصة لمصابين الحرب، وفعلا بياخد غرفة وبيبقى مبسوط وبيفضل يتحايل على لولو علشان تستحمى وبتوافق في الآخر. وبعدها الفندق بيبعت لهم أكل وهدية، وريجز بيجهز نفسه علشان يخرج. ولما بتشوف لولو بتجيب لبسها علشان تخرج معاه، بس هو بيقول لها إنه هيخرج لوحده، فبتنبح وبترمي اللبس وبتبص له، وعلشان هو عارف إنها عصبية فبيرجع ياخدها معاه. وقتها بيقابل موظفة الاستقبال وبيتكلم معاها، ولولو بتشوف واحد لابس زي الأهداف اللي كانت بتتدرب عليهم فبتجري وراه، وريجز بيجري وراها وبتهجم على الراجل وبيمسكها ريجز، وبيبان إنه لا أعمى ولا حاجة فبيعمل نفسه إنه فتح فجأة وبقى بيشوف وبيقول إنها معجزة، لكن الفندق بيطلبوا الشرطة وبيحققوا معاه، وساعتها بيبات في الحجز. وتاني يوم بيفهم المحقق السبب اللي خلاها تهجم على الراجل وإنها اتدربت على كده، وإنه لازم يوديها جنازة صاحبه بأي شكل، وبيقول له إنه لو عليه أي عقوبة هيجي بعدها يسلم نفسه.
فبيخرجوه ولولو اول ما بتشوفه بتجري عليه وبيمشوا، وبنشوفه وهو بيقرا في كتاب ريو، وبيعرف ان لولو عندها اخ في لوس انجلوس، فريكزي بيقول لها هيعملوا اتفاق وانها هتبقى مؤدبه وما تعملش اي مشاكل في الرحله، وهو هيوديها تشوف اخوها، ولولو بتسلم عليه وبيتفقوا. وبعدها وهم في طريقهم ريكزي بياخد اللعبه اللي جايبها وبيروح لبيت طريقته علشان يدي لبنته اللعبه، ولولو بتبقى عينيها عليه، وبنشوفه وهو راجع باللعبه تاني فبيديها لها هي تلعب بيها. وبعدها بيوصل لوس انجلوس ويوديها تشوف اخوها عند ضابط صاحبه اسمه ليفي، وبيعرفوا يتعامل معاها ازاي. ولما بيروح العربيه علشان يمشوا بيلاقي حاجه ريلي اتسرقت ما عدا سلسلته، فبيمسكها ليفي وبيشممها لولو اللي بتجري، وهما بيجروا وراها لحد الغابه وبيوصلوا للمخيمات اللاجئين. لولو بتدخل الخيمه وبتنبح، وفعلا بيلاقوا حاجات ريلي، بيشوفوا شخص لابس الجاكيت بتاعه فبياخدوا ريكز منه بالعافيه ويرجعوا يحطوها في العربيه، وليفي بيودع لولو وريكز وبيمشي. وقتها ريكز بيقول لها ان لازم لما توصل الجنازه تبقى هاديه وما تعملش مشاكل وما تتعصبش على حد، وهي بتبقى بصله وسامعاه. وفجأة الجو بيبطل والعربية بتعطل، فبينزلوا وبيمشوا ناحية مخزن قديم وبيدخلوا، ولولو بتسمع صوت الرعد فبتخاف وبتنبح، فبيتعصب بيجزع عليها لأنه تعب ويسيبها وبيخرج، وهي بتقعد مكانها. وبعد ما بتقدر بيأكلها ولأول مرة بتاكل من إيده وبيفرح إنهم بقوا أصحاب. وتاني يوم بيوقفوا عربية وبيركبوها وبينزلوا يكملوا مشي، ولولو بتتعب وبتنام على الأرض فبيشيلها ريكز على ظهره وبتبقى مبسوطة. لما بيوصلوا للجنازة بيلبسها زي الخدمة بتاعتها، ولولو بتشوف صورة تريلي وبتنبح فبيسيبها ريكز وبتروح تقعد جنب جزمة تريلي وهي حزينة. وبيعرف ريكز ساعتها قد ايه انها كلبة وفية ومخلصة، وبيسلم حاجة تريلي لأهله وبيروح يصلح عربيته وبيتصل بالقائد وبيعرفوا المهمة خلصت. وقتها ريكز بيسأل القائد هيعمل ايه في الكلبة، فبيقول له يسيبها في الصحراء علشان محدش هيعرف يتعامل معاها. وفعلا بياخدها الصحراء وبيقول لها تمشي وتعيش حياتها البحرية، لكن هي ما بتبقاش فاهمة ومش عايزة تسيبه وبترجع تدخل العربية وبتتعصب عليه جدا فبياخدها معاه وبيبيتها في الفندق. وفجأة ريكز وهو في الحمام بيتعب وبيقع على الأرض، وبيشوف لولو بتبص له وبتبقى خايفة عليه فبيروح ناحيتها وبيطمنها وهي بتحضنه. وتاني يوم بياخدها عشان يرجعها المعسكر وما بدوش يدخلوه تاني علشان بطاقته المنتهية، فبيخرج لها عسكري علشان ياخدها. وريكز بيقول له ما يخافش منها ويلبسها الكمامة وبيسلم عليها وبيودعها، والعسكري بيشدها وريكز بيمشي، لكن بيشوفها في المراية مش عايزة تدخل المعسكر وبيفهم انها مش عايزة تسيبه، وهي بتبص على عربيته فبيرجع وبياخدها من المعسكر وبيطمنها انه مش هيسيبها تاني. وبعدها بيتبنى لولو وبيعمل لها ورق رسمي وبيرجع علاقته ببنته ومراته وبيبدأ حياة جديدة. وكده يكون فيلمنا خلص يا صديقي. ما تنساش انك تشترك معانا عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيلم الجاي، سلام.